الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن محاربة الإسلام وأهله قضية قديمة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة الله في خلقه كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأعداء الإسلام لهم أساليب كثيرة ومتنوعة لمحاربة المسلمين، إما بالقتال، وإما بإغرائهم بالمال والمناصب، وإما بنشر الموضات وألعاب الترفيه لتلهية شباب المسلمين عن الإسلام. وليس هذا بعجيب من أمثال هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله ولا بكتابه ولا برسوله، ولكن العجيب أن يأتي أناس هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ينتسبون إلى الإسلام، بل ويدعون أنهم من أتباع السلف الصالح، ويدعون أنهم ينافحون عن الإسلام، وهم في حقيقة الأمر ينخرون الإسلام نخرا، وذلك بالطعن في أئمة هذا الدين، كما يفعل هذا الولد الخبيث يحيى الحجوري الفجوري، وهي طريقة يهودية ماسونية خبيثة ماكرة مبنية على قاعدة: إذا أردت إسقاط فكرة فاسقط علماءها. وعلى هذه القاعدة الماكرة سار هذا الولد الحجوري، وأول ما بدأ بتخطية الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ثم الطعن في علماء أهل السنة. ومع ذلك يأتي المتعصبة والمتحزبة له مثل عبد الحميد الحجوري وبمحمود الزاوي ويوسف الجزائري ومحمد الميزابي ومن نحوهم، يغضون طرفهم عن هذه الطعونات الصريحة ويغطونها بقضية الشيخ عبد الرحمن العدني. فهم يطعنون في الشيخ عبد الرحمن ظلما وكذبا وزورا، ومن لم يطعن في الشيخ عبد الرحمن يلحق به ويتهمونه بالحزبية. وكل من خالفهم وأنكر عليهم طعنهم في الصحابة والعلماء الكبار اتهموه بالحزبية، وقالوا إنه مفتون بالعدني وأنه مع الحزبية الجديدة، يريدون أن يظهروا للناس أن الخلاف الذي حصل في دماج هو من أجل الشيخ عبد الرحمن العدني فحسب، تلبيسا وتزويرا. ولكن في حقيقة الأمر أن أصل الخلاف الحقيقي الذي وقع بين طلبة العلم السلفيين في دماج بين هذا الحدادي يحيى واتباعه هو من أجل المسلك الذي يسلكه، وهو طعنه في الرسول عليه الصلاة والسلام، وطعنه في الصحابة، وطعنه في جامعة المدينة وفي المملكة السعودية وعلمائها الأجلاء وغيرهم من العلماء والمشايخ وطلبة العلم. ومن هؤلاء العلماء والمشايخ الذين طعنوا فيهم هو الشيخ عبد الرحمن العدني. وأنا قد عشت هذه الفتنة من بدايتها، نسمع ونشاهد مباشرة. عندما صارت الانتقادات العقدية والمنهجية تتدفق على يحيى الحجوري، خاف الرجل على كرسيه ومنصبه، وصار يحارب الطلبة الذين انتقدوا عليه ووصفهم بأصحاب الحزبية الجديدة. والآن ندخل في صلب الموضوع، فأقول لهؤلاء المتعصبة لشيخهم يحيى: أين أنتم يا أصحاب الغيرة على المنهج في زعمكم؟ لماذا لم تبدعوا شيخكم يحيى الفجوري عندما خطأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يكفينا حكم الإمام العلامة الشيخ صالح الفوزان عندما سئل عن هذه القضية فقال: من يخطئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر. اسمعوها وافهموها. قال: من يخطئ النبي فهو كافر، وقد قامت عليه الحجة وإلى الآن لم يتب من ذلك. هيا نريد أن نسمع منكم حكما على شيخكم، على الأقل قولوا له إنك أخطأت. أين أنتم يا أيها المتعصبة لهذا الولد من طعنه في الصحابة، حيث يقول أول ما وقعت بدعة الإرجاء في الصحابة؟ هيا أطلقوا ألسنتكم وسخروا أقلامكم للانتقاد على شيخكم. ولن أقول لكم أين أنتم من طعنات شيخكم يحيى لعلماء أهل السنة، لأنكم توافقونه في ذلك، لأنكم لم تتركوا عالما واحدا إلا وقد طعنتم فيه. سموا لنا عالما واحدا معتبرا عندكم، وما هي إلا طريقة ماسونية خبيثة ماكرة. ومع عن قواعده الضالة
فقد امتلأت عقول أتباعه بذلك من غير نكير. ومن ذلك قوله: من كان على طريقتنا تحياه الله وبياه، ومن ليس على طريقتنا فلا حياه ولا بياه. وهذه هي الحزبية المقيتة بعينها. سموا لنا عالما واحدا يسير على طريقتكم، بداية من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى الشيخ ابن باز بن عثيمين والألباني والمدخلي والوادعي وأمثال هؤلاء الأئمة والعلماء. والله ليس هناك أحد يوافقكم على هذه القاعدة، ولا أحد يسير على طريقتكم إلا الماسونيون والحداديون. بل والله لو قلت أيضا إن دينكم الذي تسيرون عليه يشبه دين الشيعة لم أكن مخطئا. كيف ذلك؟ الشيعة قالوا إن الرسول أخطأ عندما مات ولم يوصي بالخلافة لعلي رضي الله عنه. ويحيى الحجوري ومن معه قالوا الرسول أخطأ عندما أعرض عن ابن أم مكتوم. الشيعة طعنوا في الصحابة، والولد يحيى ومن معه قالوا أول ما وقعت بدعة الإرجاء في الصحابة. الشيعة طعنوا في أهل السنة، والولد يحيى ومن معه إلى الآن ولا يزالون يطعنون في أهل السنة. الشيعة يقولون بالتقية، والولد يحيى ومن معه دعوته مبنية على الكذب دعوته مبنية على الكذب، حتى أتباعه يعلمون أن شيخهم قد كذب في كثير من المواقف. وقد اضطر كمال العدني الحدادي إلى أن يقول يجوز الكذب لمصلحة الدعوة. الشيعة يدعون العصمة لأئمتهم، ويحيى الفجوري يصرح بها لنفسه حيث يقول وهو يتحدى من خطأه: هذه أشرطتي وكتبي، خرجوا لي خطأ واحدا، ولم نعلم عن أتباعه أنهم خطأوه. الشيعة يعظمون النجف، والحجوريين يعظمون مركز دماج، ويطعنون في غيره من المراكز العلمية سواء في السعودية أو في اليمن. الشيعة لا يعترفون بأي مسلم حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر ويوالي عليا، والحجوريون لا يعترفون بأحد حتى يتبرأ من الشيخ عبد الرحمن العدني ويوالي يحيى الفجوري. إن عوام الشيعة يصدقون كل ما يقوله لهم مشايخهم ولو كان كفرا، وأتباع الحجوري كذلك، فإنهم يصدقونه في كل صغيرة وكبيرة ويكذبون العلماء. ومن الأقوال المضحكة والسخيفة التي سمعتها مباشرة من هذا الولد يحيى، وقد صدقه أتباعه السفهاء، أنه قال: من تكلم في يحيى، يعني نفسه، يعني من تكلم في يحيى عاقبه الله. تخيف من يا يحيى؟ تخيف من يا يحيى؟ والله ما تخيف بهذا السفه إلا من سلم لك عقله وانخدع بأكاذيبك ومسرحياتك مثل عبد الحميد الحجوري وابي محمود ومحمد الميزابي. والله العظيم إن الواقع الذي نشاهده ونسمع به إن الذي عاقبه الله هو أنت يا أيها الكذاب ومن تعصب لك. وها قد سلط الله عليكم وعلى مركزكم من هم أظلم منكم، وهم الرافضة، بسبب محاربتكم لعلماء أهل السنة التي هي في الحقيقة محاربة الإسلام والسنة. وقد أمات الله دعوتكم وأذابكم كما يذوب الملح في الماء بسبب أذيتكم لعلماء أهل السنة، ومنهم علماء المدينة، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. اسمع يا يحيى، اسمع. فكم طعنت في أئمة المدينة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث خطأته عندما أعرض عن ابن أم مكتوم. وقد قال الشيخ صالح الفوزان: من يخطئ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر. وهو يوسف الجزائري المتعصب الحاقد ينقل كلاما للشيخ الفوزان في مريقاته المسماه نصب المنجنيق، مدافع عن شيخه الحدادي، وهو في الحقيقة راجع عليهم. قال الشيخ صالح الفوزان: وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة، والتاريخ خير شاهد على ذلك قديما وحديثا. وهذا منقول من كتاب الأجوبة المفيدة. نعم، وها نحن نشاهد ونسمع بمحل بمركز دماج. والله يا يحيى مثلما طعنت في العلماء وحقرتهم وأهنتهم، فنحن كذلك نطعن فيك ونحقرك ونهينك. والله يا يحيى ومن تعصب لك إن جناحي الذبابة أفضل منكم، لأن في أحد جناحيه داء والأخرى شفاء، أما أنتم فكلكم داء، لأنكم آذيتم العلماء وطلبة العلم وغيرهم من المستقيمين من أهل السنة. والله يا يحيى إن الذين تربوا على سفاهاتك وسخافاتك وقد رجعوا إلى بلدانهم من نشر أفكارك الضالة هم منبوذون،
لم يقبلهم الناس، ومنهم هذا الذي عندنا في ليبيا الحزب الحداد المتعصب محمد الميزابي أبو عبد الأعلى، والله إنه يلف من شارع إلى شارع مثل الكلب الأشرب، لا يقبله أحد ولم يقبله أحد، ولا نزال إلى الآن نحذر منه، ومن أبي محمود الزاوي الهاوي في الزاوية، ومن خالد وخليفة في سبها ولله الحمد، وكل ذلك بسبب تربية الحجور الفجور العفنة لهؤلاء الأتباع، حتى صار عندهم كالمشرع مع الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد خطأ لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريع منه وقد قبلوه، وحكم على الصحابة أنهم أول ما وقعت بهم فيهم بدعة الإرجاء، وهذا تشريع منه وقد قبلوه، وغيره كثير وكثير. طيب لماذا لم تقبلوا الحكم الشرعي الذي حكم به الشيخ صالح الفوزان عندما قال من يخطئ النبي فهو كافر؟ لأن أحكام العلماء غير مقبولة في دين الحجوريين الفجوريين، أما أقوال وأحكام شيخهم المبتدع الضال يحيى فهي مقبولة ومن غير تردد ولو كانت أحكام كفرية. وقد صدق الشاعر حيث يقول ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، وهو شيخكم يحيى السفيه المبتدع الضال الذي اتخذتموه دليلا، قد مر بكم على الجيف والقاذورات حتى جعلكم تطعنون في أئمة أهل السنة، فما من سني سلفي إلا وأكلتم من لحمه. وقد صدق من قال من تكلم في علماء أهل السنة فاتهمه على الإسلام. وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له إن ابن أبي قتيلة يسب العلماء، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى زنديق زنديق. فهذا هو حكم من تكلم في علماء أهل السنة، ومن هؤلاء الذين تنطبق عليهم هذه الأحكام الحجوريون، وعلى رأسهم يحيى الفجوري، ونحن ملزمون بفهم السلف الصالح. بل إن يوسف الجزائري الجويهلي كفانا تعب البحث لنقل أحكام العلماء في من تكلم في علماء أهل السنة، وها أنا أنقله من ورقاته نصب المنجنيق صفحة 57-58. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبتوقير العلماء توقروا الشريعة لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة. نعم، وها أنتم أيها الحدادية قد أهنتم الشريعة. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى والاستخفاف بهم يعتبر استخفافا بمقامهم ووراثتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستخفافا بالعلم الذي يحملونه. نعم، ها هم الحدادية الحجورية يستخفون بالعلم الذي يحمله العلماء. وقال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فترى هؤلاء لما فرغوا من الشباب بدأوا بالعلماء يسقطونهم، فهذا منهج الإخوان المسلمين، فما قصدهم؟ قصد إسقاط المنهج السلفي إلى آخر ما قال. نعم، وهو الحجوري الفجوري ومن معه يريدون إسقاط المنهج السلفي باسم السلفية. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة وظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم. وقد نقل كلاما للشيخ صالح الفوزان هو في حقيقة الأمر قاسم لظهورهم، فقال لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة. اسمع يا يحيى أنت ويوسف، لا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة. وهذا منقول من كتاب الأجوبة المفيدة صفحة 51. وأنا أختار الأحكام الثلاثة وأطبقها عليكم يا أيها الحدادية الفجورية. ويوسف الجزائري الجويهلي نقل هذه الأحكام مدافعا بها عن شيخه يحيى الذي يظنه عالما لما تكلم فيه طلبة العلم بدماج، ولا يدري المسكين أن هذه الأحكام سترجع عليهم يوما ما، وهي قد رجعت عليكم ولله الحمد. وقد أجمع العلماء وطلبة العلم وعوام أهل السنة على تضليلكم. وبمناسبة ذكر هذا الحقير الجاهل السخيف يوسف الجويهلي الذي لسانه أطول من لسان الحربة، فهو الآن يتطاول على بنيان أهل السنة حتى وصل به الأمر
إلى أن يرد على الإمام العلامة الفهام الحاذق الناقد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله من كل سوء مكروه. فمن أنت يا أيها السخيف الحقير حتى ترد على هذا الإمام النحرير؟ والله ما أنت إلا ذبابة تريد مهاجمة هذا النسر. أنت لا تساوي شيئا أمام عالم من عوام أهل السنة، فما بالك بهذا العالم الجهبذ الشيخ ربيع. والله العظيم إنه ليس هناك وجه مقارنة أصلا، والله ما تساوي شعرة منتوفة من شعر إبط الشيخ ربيع يا أيها السفيه الحقير السمج. متى أتيت إلى دماج إلا في السنوات المتأخرة يا معدوم الأدب؟ كل ذلك بسبب التربية العفنة التي أخذتها من شيخك السفيه يحيى الفجوري الحدادي. والله العظيم وأقسم بالله إن هذا الجزائري لا يصلي الفجر مع الجماعة في تلك الفترة التي كنت فيها بدماج، وهو جاري ولا يستطيع أن ينكر ذلك. وعندما سألته لماذا لا تصلي مع الجماعة قال مريض. نعم والله إنك مريض القلب، صلاة الجماعة غير محافظ عليها بحجة أنك مريض. أما دروس يحيى الفجوري الممتلئة بالبدع والضلال فهذه تسارع إليها وبكل نشاط يا أيها المبتدع الضال. وأنا أكتفي الآن بهذه المدقدقة التي دقدقت بها رؤوس هؤلاء الحدادية الحجورية الفجورية المبتدعة في يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 هجري. ولي كلام آخر إن شاء الله تعالى مع هذا الولد الجزائري السفيه الحقير بعنوان الطاحنة، ليطحن به ملزمته المسمى بنصب المنجنيق. وسوف ترون كيف أحطم وأطحن هذا المنجنيق البلاستيكي حتى تعلموا مدى جهل هذا الطفل الرضيع الذي رضع من بدع وضلالات مربيه المبتدع الضال يحيى الفجوري. قطع الله لسانه وجزاه الله بما يستحق، والحمد لله رب العالمين. وجزاك الله خيرا يا أخانا نبيل على هذا الاهتمام، وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ أبو قيس، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.